السلام عليكم. هنعمل النهاردة بقى مع بعض الحواوشي. الشتا يا جماعة يعني معجنات، يعني حواوشي، بيتزا، المعجنات القمر اللي بتدفنا في الجو البرد والتكتكة اللي احنا فيها دي. مين فينا مبيحبش الحواوشي والحاجات دي؟ كلنا بنعشقها. ان شاء الله لو مش بيظبط معاكي هتبقي استاذة فيه، بس تابعي الفيديو كده للاخر وان شاء الله باذن الله تعجبك الطريقة وهتبص هتبقي استاذة ان شاء الله في الحواوشي. بس قبل كل حاجة لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسينيش كده بلايك حلو من ايديكي وسبسكرايب وكومنت حلو منك كده تشجيعا ليا عشان نستمر ونكبر مع بعض ان شاء الله. شايفين عجينة قطنية بقى، طرية جدا جدا، حاجة كده بصوا قمر زي ما انتوا شايفين كده، والطعم يعني ما اقولكوش بقى، حاجة كده قمر. بس بالله عليكي كده ما تنسينيش بلايك حلو كده ونسمي الله كده وندخل على الفيديو نشوف المقادير وطريقة التحضير. معايا هنا يا جماعة دول 2 كيلو كده من الدقيق، عليهم كده رشة من الملح، حوالي كده نص معلقة كده. ومعايا هنا بصوا بقى عشان احنا طبعا نظرا للجو والبرد وكده يعني فاحنا هنحط ايه، معلقتين كده كبار او ظرفين من الفانيليا، وعليهم معلقتين برضو من السكر. تمام، عشان طبعا العجينة يعني ايه يعني مش بتخمر بسرعة في الجو البرد ده. ومية كده للعجن، مية تكون دافية للعجن. بنعجن بقى عجينة عادية خالص خالص، نعجن كده. اذكروا الله كده يا بنات، بنعجن كده يا جماعة عجينة عادية خالص خالص كده زي ما انتم شايفين كده، لحد ما نلم كل الدقيق. بننزل كده بمعلقتين من الخل. معلقة الخل طبعا بيعمل كمحسن للعجين، يعني بيخلي العجينة كده في البرد ده كده تبقى يعني بيساعدها كمان على الخمر وبيخليها كده ايه هشة وجميلة كده. ومعايا نص كوباية من الزيت. طبعا خلصنا لمينا كل العجين. وبصوا بقى يا جماعة انا يعني بحب اعصج اللحمة، في ناس مش بتعصج اللحمة دي طبعا يعني، والاكل اذواق، احنا متفقين ان الاكل اذواق زي ما تحبي بقى. بس انا والله مش بحب خالص الحواوشي يعني اللحمة كده مش متعصجة، مش عارفة سبحان الله يعني مش بقبلها. فلو انت بتقبليها انت وراحتك يعني، دي اذواق زي ما قلت لكم. معايا كده طبعا اللحمة كده بنعصجها، طبعا كلنا عارفين اللحمة بتتعصج ازاي. بصلة بقى، وننزل عليها كده بفلفل ونحط اللحمة ونفضل كده نقلب لحد ما ايه اللحمة يعني لان هي ما كانتش فكة معايا، فلحد ما بس تفك كده. تمام، وهنا العجينة خلاص كانت، لان احنا طبعا حاطين معلقتين كبار من الخميرة، فكانت هي خلاص كده. فانا قلت ايه بقى ايه، يعني اقطع العجينة على ما اللحمة ايه تتعصج. زي ما انتم شايفين انا بدهن هنا الرخامة كده بالزيت، دهنة بسيطة بس كده. ونبدأ بقى نقطع كده ايه يعني التقطيعة اللي يعني الحجم اللي تحبيه، حبها كبيرة شوية يعني عايزاها حجم كبير تمام، عايزاها كده حجم وسط زي اللي انا عاملاه تمام برضو. بس والله اللي انا عاملاه كويس، مش يعني مش وسط ده كبير برضو والله. زي ما انتم شايفين كده بنقطع كده. صلوا على الحبيب كده يا بنات واذكروا الله كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قطع بقى كل الكمية دي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. كده قطعت العجين، وهنا ايه بقى خلاص اللحمة فكت اهي. بصوا انا مش يعني مش يعني غايبها على النار او كده لا، بس ان هي تاخد صدمة وعشان بس يعني ارتاح يعني. انا ما بحبهاش خالص يا جماعة احطها طريقة في الحواوشي، دي اذواق. هنا بقى بنحط التوابل بتاعتها، معايا معلقة كبيرة كده من الكمون ومعلقة من الفلفل الأسمر، ومعايا معلقة برضو بصل بودر وتوم بودر كده على بعض. ومعايا دي توابل لحمة لو يعني موجودة، لو مش موجودة خلاص ماشي، حابة تحطي قرفة براحتك انت وذوقك بقى. ودي كده معلقة من هريسة الشطة عشان طبعا ايه يعني تبقى سبايسي كده وحلو. نقلب بقى كل ده كده مع بعضه.
بس يعني هي بس خدت صدمة كده، وإن شاء الله إيه يعني أنا نزّلتها بقى. هنا بقى نبدأ إيه نفرد كده. طبعًا هنفرد 2 عشان بنحط اللحمة على واحدة زي ما أنتم شايفين كده. حتى لو أنتِ مش معصّجة اللحمة بتحطيها بنفس الطريقة، بتتبّليها برضه، بس بتكوني بقى إيه باشرة بقى البصل والفلفل والحاجات دي اللي أنتِ هتحطيها كلّها مع التوابل بقى، وهتقلّبيها كده تعجنيها كده مع اللحمة كويس، وتحطيها كده في التلاجة تتشمّع لحد ما تقطّعي بس العجين بنفس الطريقة بقى كده، تفردي وتحطي كده اللحمة وتقفّلي كده. بنقفّل بقى كده إيه، بُصّي إيد تقفّل والصباع بتاع الإيد التانية كده يضغط على التقفيلة كده عشان ما تفُكِّش بس. زي ما أنتم شايفين كده بنقفّل بالطريقة دي. طبعًا قفّلناها كلّها بقى بنبدأ إيه، بالشوكة كده نعمل فيها إيه، عشان بس ما تقبّش كده، عشان ما يقبّش مننا. زي ما أنتم شايفين كده هنعمل كمان واحدة. برضه بنفرد 2 ونبدأ برضه نحط لحمة كده. بُصّي حابة لو أنتِ عندِك جبنة موتزاريلا ممكن تحطي كمان يعني مع اللحمة كده، حابة تحطي جبنة موتزاريلا حطي. زي ما أنتم شايفين كده بنقفّل كده زي ما قُلت لكم، إيد بتقفّل والصباع بتاع الإيد التانية بيضغط كده على التقفيلة علشان ما تفُكِّش مننا، تمام. يا رب يكون واضح كده. أهو نبدأ بقى إن إحنا إيه، نضغط كمان على الحروف كده عشان ما تفُكِّش، ونبدأ بقى إن إحنا إيه، نضبّطها كده نسوي يعني الحواوشي كده نسويه كده ونضبّطه زي ما أنتم شايفين كده، بالشكل ده كده. هنعمل كمان واحدة برضه. بصوا العجينة بقى طرية جدا جدا، ولا محتاجة بقى نشابة ولا محتاجة أي حاجة. بإيدك كده بتفرديها بصوا قمر، ماشية معاكي كده يعني ما أقولكوش بقى. طبعا أحسن من اللي بنجيبه من بره بكتير وأنضف وحاجة كده قمر. طبعا مش بيحطوا لنا يعني اللي بره مبيبقاش عليه فيه لحمة كده، ومش بيبقى بالنظافة دي. وطبعا يعني أنا مش عارفة بالظبط هو يعني رغيف الحواوشي بكام دلوقتي، بس أكيد غالي يعني، ومش بالنظافة دي طبعا. مش عارفين هي اللحمة اللي فيه ايه، وكمان والله العظيم بيبقى يعني أكتر من نصها بصل، مش بتبقى لحمة. زي ما انتم شايفين كده بنقفل بالطريقة دي زي ما قلت لكم، وبنحاول بقى ان احنا نظبط وبنخرمها كده ايه، نديها كده بالشوكة كده عشان ما تقبش مننا. أهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى قطعت كله كده ويعني خلصت كله بالطريقة اللي انتم شايفينه دي معايا على صينية كده. طبعا الصينية دهنها زيت، وبدخله الفرن كده يا جماعة بقى على الرف الوسطاني. او يعني لو فرن كده اللي هو بتاع البوتاجاز، على الرف الوسطاني. النار طبعا عالية، مش عالية يعني. بصوا هي اصلا نار الفرن بتاع البوتاجاز متبقاش حامية قوي، فاحنا بنعلي النار يعني زي ما انتم شايفين كده، لحد ما تلاقيه كده خد لون من تحت ومن فوق، تحس ان هو استوى خلاص كده بتطلعيه حاجة كده زي الفل، حاجة كده قمر. انضف واحسن الف مرة من اللي بنجيبه من بره، واوفر كمان. ويعني شوفوا يعني عملت لنا كمية قد ايه، ال2 كيلو. لو انت بتشتري الكمية دي من بره هتشتريها يعني غالية جدا جدا. والله شايفين حاجة قمر، جربوها يعجبكم جدا جدا. لو انت وصلت معايا هنا بقى كده، بالله عليكي ما تنسينيش بلايك حلو وسبسكرايب وكومنت منك حلو كده تشجيعا ليا. بحبكم جدا في الله. ربنا يصلح حالكم يا رب ويكبر خاطركم. مع السلامة.